السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفترة الأخيرة كان في إقبال شديد جدا وجالي أسئلة كتير جدا على الايفون اكس اس ماكس. الايفون ده واحد من أفضل وأجمل الايفونات اللي نزلت على مر التاريخ، إلا إنه في الفترة الحالية أو قريب، يعني من قريب جدا، الموبايل ده انتشار بتاعه زاد حبتين 3 4 5 6 كده. عذرا لو صوتي مكتوم شوية عشان عندي برد وتعبان شوية. فزي ما قلت لك الموبايل ده في الفترة الأخيرة انتشر انتشار غريب جدا جدا. الموبايل ده أصبحنا نشوف منه نسخ كتيرة جدا مغرقة السوق. الموبايل ده بقينا نشوف منه حاجات كده بطاريات 99% و100% و98% وحاجات غريبة كده. المهم فيديو النهاردة مش مراجعة للموبايل ولا أي حاجة، إلا إني حابب أتكلم معاك ودردش معاك شويتين كده عن الموبايل، وهل هو موبايل مميز فعلا ولا لأ، وبعض الحاجات اللي تاخد بالك منها لو أنت فعليا بتفكر إنك تشتري أو تقتني الموبايل ده. خلينا واقعيين. أول حاجة كده، الموبايل ده بسم الله الرحمن الرحيم كده مفيش منه موبايل جديد. يعني الموبايل ده اصدار 2018 تقريبا، فمعلش يعني لو واحد قالك ان الموبايل او ان هو معاه موبايل متبرشم، موبايل جديد، الكلام ده كذاب او نصاب، او خلينا ما نقولش كده او نظن في الناس ظن سوء. لكن لو الموضوع ده حصل تقريبا 1%، يعني حاجة كده اللي هي حاجة نادرة جدا جدا جدا. لكن مش من الطبيعي انك تلاقي الموبايل ده جديد، ده حاجة يعني خلينا متفقين عليها. طب ازاي بقى بنشوف موبايلات 99% و98% و100% والكلام ده؟ انت بتقول ان الموبايل ده من 2018، يعني 2018 الموبايل ده بقاله سنين موجود. ازاي حالة البطارية، ازاي محافظين عليها، كل الكلام ده. ازاي الموبايلات الكاسر الزيرو اللي احنا بنشوفها في السوق ما فيهاش ولا خربوش؟ الموبايل جديد جدا، الموبايل بيلمع. وهي دي فعليا التركايه اللي التجار او المستوردين او اي حد بيعملها. بص من الاخر كده خلينا واقعيين، انت زي ما انت قلت موبايل 2018 تقدر تسيرش على الموبايل ده وتشوف سنه التصنيع بتاعته، او تشوف اصدار نزول الموبايل ده بالسيريال نمبر بتاعه او باي حاجه. حتى من غير سيريال نمبر ممكن تخش على جوجل وتكتب اكس اس ماكس وتشوف الموبايل ده اتصنع او اصداره كان سنه كام. فبالتالي خلينا منطقيين كده، حاله البطاريه والحاجات اللي انت بتشوفها 99 وال100 دي ده كلام فيك. في حاجات كتير جدا بتغير حاله البطاريه. يعني الموبايل ده ممكن يكون مغير بطاريه، ده رقم واحد. الموبايل ده ممكن ما يكونش مغير بطاريه ولا اتفتح ولا اتلمس. ممكن البطاريه دي تكون متكوده، تكون الحالة بتاعتها متغيرة وبتقرأ معاك انها 100%، لكنها في الطبيعي هي مش 100%. في حالات كتير وفي لعب كتير في الموضوع ده، فلازم تخلي بالك وانت بتشتري. المهم سيبنا من موضوع البطارية وتعالى نتكلم عن الموبايل نفسه. ليه الموبايل ده الناس بتجري عليه كده وحابة انها تشتريه، مع ان الموبايل ده زي ما انت قلت كده موبايل قديم؟ بصراحة الاكس اس ماكس واحد من افخم وارقى واجمل الايفونات اللي ممكن تشوفها، بالاخص كده اللون الجولد في الموبايل ده. الموبايل ده حقيقي قطعة كده من المجوهرات. الموبايل بتمسكه في ايدك كده بتحس انك مبسوط جدا انك تبص للموبايل ده. ايه الديزاين الراقي والجميل والالوان الرايقة جدا في الموبايل ده. هتحس انك حرفيا مقتني حاجة غالية جدا، مش ماسك موبايل وخلاص ديزاين بقى الوان كتير وكلام زي كده. لا، الموبايل ده سيمبل جدا وكل حاجة فيه حرفيا بتحسسك ان هو موبايل شيك. مع ان ديزاين الموبايل ده تقدر تقول ان هو مش افضل حاجة، مثلا مش افضل حواف، مش افضل نوتش، مش افضل تصميم كاميرات، يعني مش جايب الثلاث كاميرات المشهورة بتاعت ابل ولا الكلام ده، لكنه مازال فعلا بيقدر يخليك كده تحبه. انت لو مسكت الموبايل ده في ايدك هتحس ايه ده، الديزاين ده، انا حابب ان انا اقتني موبايل بالديزاين ده. وطبعا الموبايل ده في يوم من الايام كان موبايل فلاجشيب، فهو ستيل موبايل فلاجشيب في الحاجات بتاعته وما زال موبايل منافس جدا. زي ان الموبايل ده مقاوم للمياه والاتربه، الموبايل ده مثلا فيه ستيريو سبيكر، الموبايل ده بيقدم لك خامات ممتازه جدا، فريم طبعا من الالومنيوم او الستانلس ستيل، وعندك ظهر من الازاز. فمن الاخر انت واخد خامات بريميوم جدا، واخد برضو عتاد بريميوم جدا. وممكن تقول شاشه الموبايل انها مش النقطه القويه جدا او النقطه الجوهريه هنا، الا انها برضو ما زالت شاشه ممتازه. شاشه الموبايل ده هي شاشه 6.5 بوصه، شاشه سوبر اموليد، دقتها برضو كويسه جدا، الالوان بتاعتها رائعه جدا جدا وسطوعها كويس جدا. اللي ينقص الشاشه دي مش هقول لك النوتش ولا الكلام ده، لا الشاشه انت ممكن تتقبلها جدا، الشاشه حوافها مش سيئه ولا اي حاجه من الحاجات دي. اللي ينقص الشاشه دي هو الريفريش ريت. ولو هتقارن الشاشه دي بالشاشات الايفونات اللي موجوده كلها مش هتلاقي تفوق غير في الاصدارات الجديده زي ال 13 برو، 13 برو ماكس والحاجات دي، وال 14 برو وال 14 برو ماكس والكلام ده. والسبب اللي يخلي ناس كتير برضو تشتري الموبايل ده هو طبعا النظام بتاع ابل الاي او اس. ضيف الى ذلك ان الموبايل ده المعالج بتاعه ما زال بيقدم اداء كويس جدا مع انه قديم جدا برضو. انت بتتكلم هنا ان المعالج بتاع الموبايل ده الابل
A12. موبايل بسيط جدا في العتاد بتاعه، 4 جيجا رام 64 ذاكره داخليه، او 4 جيجا رام 256 ذاكره داخليه، او 4 جيجا رام 512 ذاكره داخليه. لو حد مش فاهم وسمع الارقام دي هيقول لك ايه ده يا عم 4 جيجا رام، ايه الكلام ده؟ يعني ايه 4 جيجا رام؟ ده انا لو اشتريت موبايل اندرويد ب 4000 جنيه هاخد 8 جيجا رام او 12 جيجا رام. ايه يا عم الكلام ده؟ وانا مش بحب طريقه النقاش بتاعت ان 1 جيجا رام في الايفون يساوي 4 جيجا رام في الاندرويد وكل الكلام اللي بيتقال ده. الكلام ده طبعا مش صحيح. هو الكلام الواقعي ان نظام الاي او اس غير نظام الاندرويد، الاثنين انظمه مختلفه تماما، فاستهلاك النظام ده غير استهلاك النظام ده، واحتياج الموبايل ده للرام غير احتياج الموبايل ده للرام. كمان اداره التطبيقات وفتح التطبيقات في الخلفيه والاستخدام والاستهلاك، كل الحاجات دي مختلفه ما بين النظامين. طبعا ابل بتقدر هنا انها تسيطر على الحفاظ على الرامات بتاع الموبايل بشكل احسن بكتير من موبايلات الاندرويد، فبالتالي مش بتحتاج انها تحط رامات كتير في الايفونات بتاعتها وكلام كتير كده. انت مش محتاج تعرف كل ده، انت اللي محتاج تعرفه هل الموبايل ده هيشتغل معاك كويس ولا لا. وبالتالي هو ده فعليا اللي بيحصل. ابل مش معتمد على الارقام، مش معتمده انها تبهرك بارقامها والكلام ده. انت عايزاك تمسك الموبايل وتشوف هل الموبايل ده هيهنج معاك، هيقطع معاك، هيضايقك، هل تجربه الاستخدام هتضايقك فعلا، ولا الموبايل هيكون شغال كويس جدا معاك. وهي دي النقطه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، ان الموبايل ده فعليا مع انه قديم بقاله سنين الا انه برضه مازال بينافس. يعني ايه؟ يعني الموبايل ده هيشغل لك كل الحاجات اللي انت محتاجها بكل سلاسه الى الان. الموبايل ده في الالعاب برضه هيديك اعلى الفريمات اللي موجوده حاليا. لكن في نقطه الالعاب برضه، عشان في ناس كتير بتفكر في الموضوع ده، الايفونات مش الموبايلات الافضل للالعاب لسبب واحد. لو انت بتحب تلعب على الموبايل بشكل طويل جدا، الموضوع ده هيأثر بالسلب على بطارية الموبايل، ومع فترة صغيرة جدا هتلاقي نفسك محتاج تغير بطارية الموبايل ده. لكن الايفونات فعليا لو انت بتتكلم بقى على الفريمات والمعالج والاداء والحاجات دي، هي من افضل الموبايلات الجيمنج على فكرة. لكن طبعا مش كل حاجة كاملة، لان الموبايل ده مش موجه للالعاب بشكل سبيسيفيك او مش موجه للالعاب اصلا يعني، لكنك تقدر تلعب عليه. فبالتالي الناس اللي بتفكر تشتري ايفون للالعاب لازم تخلي بالها انها تشتري ايفون تكون بطاريته كويسة، ويكون من الاخر كده ايفون حديث، ما يجيبش ايفون بقاله سنين كتيرة جدا ويعمل حسابه كده. لو هو ناوي يشتري ايفون قديم لازم يعمل حسابه ان البطارية بتاعته مش هتكون افضل حاجة، وانه لو هلك الموبايل في الالعاب هيضطر ان هو مع فترة صغيرة يغير بطارية الايفون. كمان الايفونات، ودي حاجة محدش تقريبا يقدر يختلف عليها، بتخرج افضل كواليتي وافضل الوان صورة في الفئات السعريه بتاعتها كلها. حتى لو ايفونات قديمه جدا ما زالت بتنافس دلوقتي في التصوير. والاكس اس ماكس يعني اقدر اقول لك ان هو من اشهر الايفونات بتاعه التصوير اللي الناس كتير بتشتريه عشان تصور بيه والكلام ده. سيت اب الكاميرات بسيط جدا في الموبايل ده، هم كاميرتين 12 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل، لكن الموبايل ده بيقدر يصور لك فيديو 4K 60 فريم وعليه او اي اس ثابت جدا جدا جدا، بيخرج لك كواليتي فيديو محترمه بشكل مش طبيعي. كمان الصور في الموبايل ده جميله جدا، والبورتريت في الموبايل ده جامد جدا. الكاميرا الثانيه اللي في الموبايل ده اللي هي التليفوتو، الكاميرا دي فعليا بتخرج صور معزوله كده، بتحس ان الكاميرا دي فعليا بتخرج صور قريبه جدا من الكاميرات البروفيشنال او الكاميرات الاحترافيه. فمن الاخر بقى النقطه اللي انا اقدر اقول لك لو انت بتدور على موبايل للتصوير فعليا تروح تشتري ايفون عشانها، هي نقطه الكاميرات والتصوير. وبرده اتكلمنا على الصوتيات وقلت لك ان الموبايل ده فيه ستيريو سبيكر، فتجربه المحتوى ورؤيه المحتوى على الموبايل ده هتكون ممتعه. وزي ما قلت بطاريه الموبايل ده مش افضل حاجه، يعني حوالي 3200 ملي امبير 3174 ملي امبير، فبالتالي يعني تقدر تقول ان الموبايل ده يعني على حسب استخدامك. لو استخدامك خفيف كده الموبايل يكمل معاك اليوم يعني، لكن لو استخدامك تقيل شويه اعتقد انك هتحتاج تشحن الموبايل ده كمان مره في اليوم. وبرضه على حسب حاله البطاريه، هتقول لي بقى بطاريه 99 هتفرق عن بطاريه مش عارف كام والكلام ده. خلي بالك ان برضه موضوع البطاريه ده مش بيفرق كتير، يعني مش بيفرق كتير خالص زي ما انت معتقد. يعني لو الموبايل ده بطاريته مثلا حالتها 100% وجيت تقارنه بموبايل حالته 87% 88%، الفرق تتوقع كده هيكون قد ايه؟ يعني لا يتخطى تلت ساعه ربع ساعه بالكتير قوي 25 دقيقة فرق ما بين الموبايلين، فاهم؟ فاللي هو انت مش معتقد ان مثلا كل 1% بساعة، يعني الموضوع مش كده خالص. يعني حالة بطارية الموبايل او حالة بطارية الايفون طالما فوق 85% او 85% وانت طالع، الحالة دي بتكون كويسة جدا، وبتكون الفرق ما بينها وما بين 100% حاجات صغيرة جدا، تقدر تقول ان هو انت لسه برضو في السيف زون. واخيرا حاجة بقى يعني بشوفها كتير جدا الفترة دي وحاجة مش بتعجبني خالص، وهي الأسعار اللي بيتباع بيها الإكس إس ماكس. الموبايل ده أنا بسمع فيه أسعار 13,000 جنيه 14,000 جنيه و15,000 جنيه مصري. طيب تقدر تقول لي
ايه اللي يمنعك انك تحط مثلا 1000 او 2000 لو انت هتدفع الارقام دي وتشتري حاجه مثلا اعلى منه او احدث منه او افضل منه ايا يكن بقى الاصدار. الاكس اس ماكس مازال ايفون محبب جدا ليا، ايفون بحبه جدا سواء في الديزاين سواء في الاستخدام سواء في كل حاجه، واستخدمته كموبايل شخصي فتره طويله جدا وكنت حرفيا بحبه جدا. لكن الاسعار اللي احنا بنسمعها فيه دي بصراحه ما يستاهلش السعر اللي هو بيدفع فيه اللي هو 13 و 14 الف جنيه. فانا مش متفق تماما مع انك تشتري الايفون ده بالسعر ده. وبس دي كل حاجه النهارده، ده كان فيديو كده خفيف وسريع، كنت حابب بس اتكلم معاك ودردش معاك في الموضوع ده، لان لقيت ناس كتير في الفتره الاخيره بتتجه انها تشتري الايفون ده، والايفون ده حرفيا مغرق السوق الفتره الحاليه. فلازم تخلي بالك جدا وانت بتشتري الايفون ده، لان انت ممكن تلبس فيه في ثانيه. الايفونات دي انت ما تعرفش مصدرها عامل ازاي. الايفونات دي كمان بتيجي من غير كرتونه وبدون محتويات، بتيجي متهربه ايا يكن الطريقه اللي بتيجي بيها. فخلي بالك جدا جدا وانت بتشتري اي ايفون في الفتره الحاليه. بس كل حاجه مش بقى تعمل لايك وسبسكرايب لو تشوفوا فيديو ان شاء الله. سلام.